عنوان. زين صبحي وطاهر من كانوا واقفين براس الفرع ويدخنون جقاير وبعد سووا أبوني تدوا يعني شافوها وشردوا. زين سهيلة شفتي شيء شايلين بديهم يعني مثلا توثية مسدس سكين؟ ماكو شيء بس لا تخاف لا تخاف. لا تخافي من شيء. يعني اقول لك صبحي وطاهر شافتهم يم الشباك شايلين سكينه بها دم ومسحوها وراح. لا تخافي لا تخافي لا تخافي. يا ملاعين هاي يمتى يعني من ما تغني بس عندي اللي سمعته هو كان مضروب على راسه بالعصي حضرة المعاون مو بالسكين. يعني بعدين رجعوا وشايلين بديهم سكاكين؟ حضرة الضابط العفو أنا كنت راجع من السفر بالليل فشفتها خايفة ومرعوبة أخذتها رجعتها لبيتهم. يعني أنت اللي رجعتها للبيت مو غيرك؟ أي أنا هي ما كانت ويا أحد. الظاهر هي من شافت ذول الاثنين خافت قامت تركض. أنا جيت صدفة شفتها ووقعت بالقاع أخذتها ورجعتها لبيتهم. زين سهيلة ورا ما رجعت للبيت وياك عادل شفتيهم مرة ثانية وهم شايلين سكاكين بديهم؟ هاي بيت أني اي يعني شافتهم قبلها قبل الحادث؟ لا أني بالليل يمتى؟ تقول وتتو. اي
يعني شردوا شافوها وشردوا. وبعد توية اي ورا شويه سمعت هاني انضرب. لا مو هني بعد منو؟ ما صباح الخير أزهار. من فضلك همام مو وقتها. إذا شافوك الناس وياها ايش راح يقولون؟ أزهار رجاءً. عجبا انت لوين تجبر ايده كلها؟ هو اصبع مبسوط يا غزال. اي مو اني بابا، هذا اصبعك اذا بقى هيك ياثر على ايدك واحتمال تورم فجبرتها حمايه لك. بابا مو اني شلون راح اشتغل؟ مو انا على باب الله. دبر حالك دبر حالك. ادبر حالي؟ ايه ادري انت راح تبقى اثول. لا والله مو انت الاثول، اني اللي ما صار عندي درس منك. مقبولة منك أبو تحسين. ابو تحسين زين. هاي قد راح تبقى هالشكل؟ احتمال سنة، احتمال سنتين، احتمال شهر. زين شلون اشتغل؟ منين اعيش؟ مشكلتك؟ مشكلتي الزم هذا التجبير مالك، جبر بيه دماغك الواقف. اروح للمضمد هوايه احسن لي، شويه دهن شويه لفاف زين وافضها، كلهم صار براسهم خير الا انت. وقف مو انا تعبت وياك. ما يخالف، عود انا اعوضك، من تجي زين يمي ما راح اخذ منك فلوس، وان شاء الله اقوم لك بالواجب واطلعها وحده بوحده. مجبرتي يا الكروه تعبانه، حاتم الحلاق يدفع فلوس. يا باخ شوفها شلون محمله تمر. يا معود الصبحي هاي شبيك صافون مسويها ظلمه. شو هذا ما يجي؟ شلون؟ لا شلون ولا هم يحزنون. قل لي انت تغشمها لنفسك؟ احنا سجناء واسرى عنده. اسكت واحترم نفسك. تفتهم شنو يعني سجناء؟ اعرف، بس ودعتك لازم اتحرر خلال هاليومين. شلون؟ بعدين اقول لك. اني سرايح. يا معود صبحي رجعنا الحكي التعبان، شويه انتظر. انتظرت هواي واني قلت اذا ما اجى اليوم لازم اطلع. دا اقول لك صبحي انتظر على الاقل منا لغا الظهر. ثم صبحي اي شيء يصير علينا اثنيناتنا نجيب ثالثنا. لك انت صدق فقير وفطير. ليش؟ على اساس نجيب ما يفتهم يورط نفسه. نجيب كل شغله نوقع بيها هو ما له علاقه، يعرف شلون يطلع ويخلينا احنا بالوجه، والشرطه ما عندها دليل عليه. بابا نجيب قوي لان عنده جاه ومال، واحنا هم عندنا لسان وعقل. ايه اشتري بيهن حلاوه ووزعها على روح امك. حضرة الضابط، اللي سمعته من سهيلة هو الحقيقة. ليش خفيتوا الحقيقة لحد الآن؟ خفنا على بنية. هي صحيح شافت صبحي وطاهر ليلة مقتل ماجد بيدهم سكينة، بس هي وقعت بالفراش من أثر الصدمة. أرجوك حضرة الضابط تتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المجرمين، وأنا على أتم الاستعداد. في أمان الله. في أمان الله. امان الله. أبو سهيلة، أنا الأوراق راح أدزها للسيد القاضي، أرجوك أن تنتظر أنت وسهيلة برا، احتمال السيد القاضي يدز على سهيلة أمامه. أنا حاضر. مفوت شلوب. نعم سيدي. كمل كل الأوراق ودزها قبل السيد القاضي. حضرة الضابط، أنا أطلب الشكوى ضد صبحي وطاهر وداخل الحارس. يابا لحقيني مفخرين لزمني دمار. يابا هسه وقتك. يابا لزمني دمار. شلونك عم فخري؟ ربيع حبيبي ربيع مزين، الله جابك فدوه. الحق لي وليدي لزمني دمار. شو بدنا نسوي زين؟ وليدي اتصرف، راح ابقى معلق هنا. زين اكو هنا درج؟ اتخسى انا صعد على درج. وليدي انا ما عندي درج. وليدي تقدر تصعد؟ احاول. اي وليدي حاول،
واعتبره تمريني وليدي حتى تاخذ البطوله وليدي. الحقني وليدي. صار عمي صار. اخرجني دماري ظاهري اصعد وليدي. ايه ابوي بس حاول. اي حاول مره ثانيه. صار عمي. اي صار. صار على كيفك. على كيفك. عندي عائله وليدي. على كيفك الفخري. على كيفك. على كيفك. ايدك. اي اي. لا لا لا. راضي شلونك؟ هلا بالاستاذ. انت شلونك؟ قول لي خطيبتك شلونها؟ زين. عود متى تتزوجون؟ عزموني لا تنسى. ايه انت اول واحد. المحقق كل ما يشوفني يشاق وياي. اقول لك استاذ عادل، رحمه نروح ابوك واخوك. داغر لا تخليهم يحسون، هذا خطيه ما له شغل. داغر اعتبره شريك، لان كل شيء يعرف وكل شيء ما يقول لاحد. يعني هم يحبسوه؟ اللي يخفي حقائق عن العداله مصير السجن. تذكر البارحه من مرينا له انا وعبد الله سوى نفسه ميت وكل شيء ما يعرف. يعني معقوله سهيله شوفهم وهو الحارس مال المنطقه ويروح ويجي وما شافهم. داغر اعتبره شريك. هاي شغلتك راحة الناس خوش لو صايرة. قرة عينك وبالعافية. ربيع خسائركم رضوض بسيطة وانتو؟ احنا خسائرنا ضلوع مكسورة ولدي. اخ يا قوم وديني الغزال، كانت امنيتي انكسر. ربيع عمي قوم شوف لي تاكسي وليدي. صار عمي. وهذا اعتبره تمريني وليدي. الله خال ام مزهار، هذا الثوب يخبل. عيني فؤادي انت كلك ذوق. هلا وكل الهلا بست الحسن والجمال. لقيت شيء على قدك؟ لا ما لقيت. دمها. لا ما لقيت شيء. دردم. عين ام زهار، مري لي باكر لو عقبه، شويه اني تعبانه. اي عيني، ترى اليوم باجيتي شويه ضايجه. اسم الله عليك عيني، اسم الله. خير ان شاء الله ماكو شيء. لا ماكو شيء. هسه مو قلنا لك ضايجه وتعبانه، بعد هالملحه هاي شكو. ان شاء الله يبعد عنكم كل ضيق. ام زهار عيني قاعد يحكي وياك. اي قلبي تفضلي. اقول قولي عيني. شكو ماكو؟ لا ماكو شيء، بس سمعت يقولون دزوا على هاي سهيله الخرسه بالمركز. ليش؟ ما ادري، كلها شويه توصل الاخبار تازه، وانا اليوم راح امر على بيت ام سهيله وافتهم شنو. اي بس مري لي حتى اني هم افتهم. سود علي قلبك على محله. أقول لك البارحة خالي رجع من ألمانيا جايب لي جملتين ملابس. شو ما مبين عليك؟ إيه مو شو أقول لك، تعرفين الملابس هواية احتاريت شلبس الكثرة تدوخ مبين. أقول لك أنا إيش قلت هاي القطعة الحلوة تلوق لهذا الجسم الحلو، شوفيها جربيها شلون رخيصة. لا ما يحتاج اصلا، هي على قياسك. من المانيا. من المانيا؟ من المانيا بس الصنع بالصين. اي مو تدرين شنو؟ هذول يغيرون الماركة مالتها حتى تدخل لنا ويبيعوها علينا غالي. ايش قلتي؟ تاخذيها لو اوديها الاسماء؟ اخذها. يلا العد ورقي. اوكي.
هاي سهيلة الخرسة قلبت كل الموازين. اخ سهيلة الخرسة لو بس عكمشها اشرب من دمها. صبحي بس خلي نفتهم. ايش تفتهمون؟ ايش تفتهمون اساتذة؟ ايش تفتهمون؟ قضية غني صارت بروسكم، قضية ماجد بيها شاهد عيان. صبحي سهيلة الخرسة شافتكم زين لو مجرد اشتباه؟ شافتنا زين. اغبياء ذولان، هاي نهايتكم. شوفوا لكم ولاية تلفيكم بعد. تعرفون انتوا اكو اصدار امر بالقاء القبض عليكم؟ دبروا حالكم. شو ندبر حالنا؟ قابل القانون يعتمد على حكي وحده خرسه؟ ايه صدق، خلي يجيبون غير شاهد وها هي. بس لا يجزون على داغر. لا تخافون، انا دبرت الامور ويا داغر حسب الاصول. بس بقى شيء واحد، هاي سهيلة الخرسة لازم تتأدب. شنو الفايدة؟ أنا اليوم شفتها مرتبكة بشهادتها، وهذا أبوها راد لجرة إذن، وإلها راد لها تهديد صغير حتى تبدل شهادتها أو يشكك كونها مريضة وغير مسؤولة عن تصرفاتها. مفهوم؟ هذا هو الحل السريع ولازم نشتغل عليه. صار معلوم؟ شفت عبد الله يم المركز يقول خليه يجي ذنون للمركز، اكو امور هوايه استجدت. زين بعدين امر له، انا هسه عندي خطار. ما عرفت شنو الشغله؟ ايش مدريني؟ هو مو قال لك خليه يمر لي؟ ايش ما عرفني؟ عود امر له واعرف الموضوع. سلامات ابو فخري. خيرك شنو القضيه؟ عيد حزدوني ما يخافون من الله. عيد فهمني شنو الموضوع؟ حزدوني. اقول لك عيد، انا عندي نخله بالبستان طولها حوالي 1000 كيلومتر. هاي طولانه بدون حسي بدون ظهري. قلت لازم اتحداها واصعدها بدون تبليه. اكو واحد يصعد نخله بدون تبليه؟ سويتها. اسم الله ربيع تشيلي ربيع. تشيلي معود. لا تخلينا ننزل. لا تخلينا النزول مو زين. النزول مو زين. لازم اصعدها. رجعت 1000 متر لي ورا. زين. وخليت سنوني بدشداشتي وجيت ركض. زين. انا اركض والنخله تصعد. انا اركض والنخله تصعد. بالطريق وانا دا اركض صادفني لوري. قلت له ابو اللوري اطلع. زين. جت فوق سواقا طفرتها وراسا اخلي لك رجلي وين على النخله. انا صعد برجلي وجسمي طاير بالهواء. مو ربيع؟ اي صحيح. انا صعد النخله وجسمي طاير بالهواء. مو ربيع؟ اي صحيح. انا صعد على ربيع والنخله مو نخله. يا نخله. وراها لزمني دمار. وهسه وين راح تروحون؟ راح اروح الغزاله يفحص الفقري مالي. اي عاد هاي غزال يرقص لها بشفيه. لو بس يبطل كذب كان ارتاحت. ايه عيني، ما قلتي لي سهيلة شو يريدوا منها بالمركز؟ ما ادري دادا، يقولون يسألوها غير. على شنو يسألوها؟ ما ادري يجوز على مود. ما ادري دحشي في دوم سهيلة احكي، وانا قلبي متقطع على سهيلة هاي الطفلة. شنو ذنب هاي الطفلة ياخذوها للمركز؟ المركز مو سهيلة، المركز لهاي الخديجة وامثالها. لا دادا لا تحكين على خديجة، ترى خديجة خوش بنية مستورة وشريفة. لا والله سهيلة انا ترى ما قصدي، بس ردت اقول عيني ام زهار لا تشيلين غيبة احد، انت هم عندك بنية ولازم تخافين عليها. اي والله عندي ازهار مرمرتني، مشوفتني نجوم نحسه، تريد فلوس وطلباتها هوايه، وانا ما عندي احد يعيني ويساعدني. هي البنيه كبرت وحقها عليك، بعدين البنيه ما عندها احد، انت امها وانت ابوها. البنيه فتحت عينها على الدنيا ما شافت ابوها، انت المن تشتغلين غير الها يا ام زهار. الها
وداعتك ام سهيله الها ركضي وتعبي وكدي كلها الها، شو تريد على امر لسانها؟ اصلا اني ما خالى بنفسها شيء، اوكلها احسن اكيد، البسها احسن لبس، صديقاتها اللي وياها بالمعهد يقولوا لها عجيب انت امرك، شنو ابوك شو يشتغل؟ تاجر، مقاول، صايغ، مطرب. ذاك اليوم ردت اشتري لها كوم الذهب وردت اشتري لها بدلات، بس ما عندي، السوق واقف والناس ما قاعده تشتري واني حاسره علي الفلس. عيني ام زهار، قولي الحمد لله والشكر. لعد احنا شو نقول؟ احنا ما عندنا غير بس هذا الرجال الله ينطيه الصحه والعافيه، وحده موظف يركض من الصباح لليل، واحنا دا تشوفين البيت واني والادويه والدكاتره وسهيله اللي طلباتها ابد ما تخلص. لكن شو نقول؟ هم نقول الف الحمد لله والشكر. انا هم اقول الحمد لله والشكر يا عيني. ايش قايله؟ انا افتح الباب، عيني انا مسهله، انا افتح لك الباب. تعالي هلا بخدوجه، تفضلي عيني. شلونك خاله؟ هلا يمه، هلا خديجه، شلونك يمه؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. نيتي اقعدي. امك شلونها؟ الحمد لله بخير. ابوك شلونه يمه؟ الحمد لله يسلمون. الله يسلمك. اقول لك خاله، شنو اخبار سهيله؟ ها يم الله، ان شاء الله خير، الحمد لله والشكر يمه. ان شاء الله. صدق لها الطول، فدوى لهالحلق خدوجه. يمه جيتي بوقتك، شلون هدوم عندي؟ تلوق الخدوجه الشريفه الحبابه المستوره بتخوش اوادم. شنو؟ نعم سيدي. لا خلي ابو سهيله والجماعه. تصرف غلط. احنا شو اتفقنا؟ يا اخي ما تحملت. عبد الله تفضلوا المعاور رايتكم، يلا ابويا. قرر السيد قاضي التحقيق إصدار أمر إلقاء قبض وتحري بحق المتهمين كل من صبحي رزوقي وطاهر علول وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وطلب استقدام الحارس داغر فرس صيهود. إلقاء القبض هذا على يا جريمة أستاذ؟ لكل دعوة إلقاء قبض، واثنينهن يحملن نفس المادة، القتل المتعمد. ممكن نستنسخ إلقاء القبض؟ تدلل عادل. وإحنا شلون؟ قصدي يعني سهيلة. طلب السيد القاضي تدوين أقوال الشاهدة سهيلة نجم أمام المحقق العدلي. يعني شنو؟ يعني يجيبها باكر من الصبح أمام المحقق العدلي حتى يدون أقوالها قضائيا. يعني ما علينا شيء؟ عمي بنتك شاهدة، وبعدين نورت العدالة على أشياء كانت مخفية علينا. ما يخالف بنتي، ما يخالف يعني تقول اذبحوهم مجرمين دول الصبح وطاهر. ما يخالف بنتي، ما يخالف. إن شاء الله العدالة تختص منهم. وين يابا لا تخبصنا ابو رقي. ابو رقي منو؟ ابو فخري. شذا والعب فيها يا ابو غزيله، العب فيها يا ابو غزيله. صدق لو قال ابو مثل لو طاح القوي كثرت بزازينه. شاتينه اسكت. ايش قال؟ اقول لك اني ذيك الساعه احترمتك قدام الولد الرياضي. اليوم اكسرك تكسر. لك ذاك مو انا اخيك ابو غزيله. اني ابويا ما اعرفه بالشغل. اذا ابوك ما تعرفه شو علي قال لك؟ قال لك ذاك مو انا خيك انا. الله كريم انا لك. ايه انا وذاك الوقت الله كريم. لك الفقره التاسعه. لك هذه الحصان مال الفطاني، التريلا مال خيار تعروزي كذا الاثنين. اسمع، انت يراد لك سياج. سياج شنو؟ مساج. ايش قد عيب. وبعدين افحصك واشوف الالم وين يستقر. ليش هو الالم؟ هم عنده مكان يستقر فيه؟ مره من المرات لا تقاطعني، اجا واحد ظهره مكسور وبقيت وياه 3 ايام 3 اشهر ادور على الالم، يروح منا ويجي منا، يختل منا ولا حقنا. اخير شيء لزمت له توثيه وموته.
قال الألم دخيلك غزال، دخيلك غزال، أنا موجود بالفقرة القطنية السادسة، دخيلك. قول لي أنت متكذب؟ يعني ما تصدق؟ إنها جنبيتها اللي صدق الكذبة. لعد أنت شلون صعدت النخلة ركوب؟ هيا با صدق لو قال المثل الكذاب يشوف الناس كلهم كذابين. قوم انهار. نهضني ما اقدر. قوم. لا شو تريد تسوي بدور على؟ اني اليوم اسوي لك تمارين مال قهر. مال قهر شنو؟ مال ظهر. ايش قد الا اطلع حليب امك من خشمك. هاي مات وين صرت؟ هلا وسهلا. قلت للبابا على الموضوع قال ما يخالف، فانطاني هاي الورقه قال خليه يودي فيها هذا وورا سن شغلك. يعني صدق سويت؟ طبعا وحكيت البابا على ظروفك. زين هذا مكتب؟ مكتب مال استيراد وتصدير، وبيني وبينك صاحبه كل الزنقين وصديق بابا. يعني على منو اروح؟ على نفس صاحب المكتب، اسمه نسيت اسمه، بس تروح عليه وانطي هاي الورقه وراسه راح يشغلك، بس رجع لي خبر. أنا العصر أروح وباكر أرجع لك الخبر إن شاء الله. أنا هذا الفضل ما أنسى لك يا أبد. تدلل. أشكرك. أنا إذنك عندي محاضرة. أشكرك يا سيد حبيبي. دي مال لا. هلا وسهلا. يعني هاي هم صارت على عينك. بعدين ايش دعوه على عادل يروح يشتكي على هذا الرجال المسكين؟ هو شعليه، ما تقول لي شعليه، اكو اثنين مجرمين وواحد وراهم، دوروا على حركهم، مو على الحارس المسكين اللي دا يحرس اهل المحله على مود يعيش هو وعائلته. ابو راضي انت مو تقول طلبوا داغر للتحقيق، يعني مو القاء قبض، وهسه اكيد داغر راح يقول لهم انا لا شفت ولا هم يحزنون، والقاضي اكيد راح يطلعه، وعود من يطلع انت روح اخطب. لو ايش تعقد الامور؟ يعني اتفقنا. واحنا يا يوم اختلفنا يا ذنون حتى نتفق اليوم. يعني ما عندك اعتراض؟ هذا شلون حكي؟ طبعا ما عندي اعتراض. انا وياك ارضى بكل شيء، حتى لو اقعد بمعمل الحلاوه وبنفس الصواني. الله الله الله، هذا الكلام يشجعني ويخليني اليوم اخطبك واقطع مهر ونتزوج. كل هاليوم؟ وخلال ساعة. صبرية، أنا أريد أشوفك بكل لحظة. أخاف تمل من ذنون. هذا شلون حكي صبرية؟ أنا أمل منك، حرام عليك. صبرية، أنا ما تحلال بنية بالمحلة غيرك أنت. اسمعي، خلال هالأسبوع لازم أخطبك من أبوك، بعد ما أتحمل. ما يصير تتصرف وحدك يا عادل، ما يصير. انا اقدر من اول يوم اشتكي على صبح وطاهر وداغر، بس شنو الفايده؟ بس سهيله شافها صبح وطاهر. اعرف، وانا عندي شك، وذنون يعرف هم ورا كتله ماجد. بس داغر شلون؟ باكر اذا ما حكى يتوقف. كيفك عادل؟ بس داغر اذا قال ما شفت شيء كل شيء ينتهي. هسه شو تريد من داغر؟ صبحي وطاهر وانكشفوا وصدر امر القاء قبض بحقهم، وهذا امر القاء القبض راح اخذه واوزعه لكل اهل المحله. بعد شو عليك بداغر؟ شو تريد من عنده؟ لك ادري بس داغر وراه سير كبير، وردنا نعرفه من عنده بهدوء بالتفاهم مو بالشكوى. عادل، عبد الله ده يحكي صحيح. يا اخي ما يصير تتصرف بدون علمي. شنو يابا؟ ومن يبدا انت تنتظر استشاره احد؟ طول عمرك عصبي ودمك فاير، وهسه تريد من عندي اتصرف بهدوء وبعقل واتزان. عبد الله اللي راح من عندنا اخونا ماجد ابن امنا وابونا راح وما ندري لويش وعلى مو شنو انكتب. اسمع عبد الله، وهذا ذنون قاعد
انا بعد منه اوقات اتصرف حسب ما يبني عليه عقلي وما اسمح لاي واحد يتدخل. نفس العصبيه انت واخوك. الله يخليك، الله يستر عليك، بين الصور حرقيهن، التلفين سويهن اي شيء. ذكيه، مو قلت لك لا تحكين وياي ولا تاخذين بوجهي، فهمتي ولا لا؟ أنا آسفة. اي افكر. الله يخليك، أنا مو بالشارع، أنا بنت ناس أبوس إيدك، أهلي إذا عرفوا يذبحوني. أنا ما خايفة من الموت، خايفة من الفضيحة، الناس ما راح تصدقني إذا أحكي. الله يخليك ستري علي. صار، بس اللي أريده منك يتنفذ بحذافيره. لا جوزي من عندي. كان ليش؟ شنو اللي سويته؟ ابويا والله ما ادري، انا هذا كل اللي سمعته من ابو سهيله. يقول ابو سهيله عادل قال للضابط اردشتك على داخل. كان اللي قتلت اخوه؟ ابويا هم ما يقولون انت قتلته، بس ينهي. بس ابويا نروح باكر وشوف شكو ماكو. هسه مو سهيله راحت ورجعت لاهلها. امك تقول مشتكي علي، ما رايدني شاهد. شلون ورطه يا ربي؟ هو انا اللي قتلت اخوه لو صبحي وطاهر؟ يعني انت تعرف صبحي وطاهر هم اللي قتلوا ماجد؟ يعني خلصت منها حضرتك؟ ادري، هو قرار القاضي لو قراري. بعدين اني بالمعاملات طامس اللي جاي. يا اخي ساعدني شوي. تؤمر. اقول لك بالنسبه للتباليغ، قصدي يعني سوى التبليغ الداغر. داغر؟ ابو البنيه اللي كانت موقوفه عندنا. ها عرفته صحيح. تبليغ العادل اخو ماجد المقتول، وتبليغ السهيله الشاهده. خوش، انا راح اخذها وياي للفندق واقراها زين، بس قل لي سويت له على موضوع الشقه المشتمل؟ بصراحه المختار وعدني هالاسبوع. يا معود خلصني، ترى ما مرتاح بالفندق. خوش فندق؟ لا قصدي يعني انا ما متعود على الفنادق. بسيطه، ان شاء الله خلال هالاسبوع تنتهي ازمه السكن مالتك. بس لي قدام اقول لك سرقف لي ماكو. كنت بشغله. اي هسه رجعت. اعرف. رحت للمركز. اي القاء قبض وتحري. حنوش هاي الاخبار اعرفها. لا مبينه من شهاده هاي الخرسه. اي صدق؟ متاكد يعني؟ زين داغر شو عليه؟ ايه زين لعد، مع السلامة. المرة داغر. نجيب. عادل؟ لا تخاف، ما شايف شيء، رجع لي مسدسك. شنو مسدس؟ قابل انت قاعدة تقتلني؟ استريح. شنو؟ خير؟ تشرب بارد لو شاي؟ كل شيء ما اريد منك، كل شيء ما اريد منك. انا جاي اتفاهم وياك وبس. تتفاهم وياي على شنو؟ على كل شيء، كل شيء، ابتداء من سرقة اموال الورثة ولحد مقتل ماجد. شنو سرقة؟ شنو قتل؟ فد مرة طلعني ارهابي وفضها. انت اصلا 5 سنوات بالخارج، ما تعرف شنو اللي صار ما صار من وراك، وبعدين يجوك كم واحد يقرون بدنك من هذول النكرة حتى يدزوك علي هداد. ما شاء الله ما شاء الله، نفس اللباقة ونفس اللسان. اسمع نجيب، اريد شكو فلس من فلوس الورثة يرجع لنا، واذا ما عندك تبيع من املاكك وترجعنا يان. شنو؟ هذا اولا. اما ثانيا اريد فلوس الايجارات مال هاي السنة والسنة اللي مضت وكلها ترجع لنا. هاي شنو انت ايش تحكي؟ لا تقاطعني، لا تقاطعني. ثالثا ترفع ولايتك على اموال الورثة، افتهمت؟ والورثة هم يرشحون واحد اكثر نزاهة منك وذكاء. ورابعا والاهم من هذا كله، سلمنا صبحي وطاهر خلال ايام، والا فانت تكون. اخي اهل المحله ما قصروا، واقفين ويانا ودا يساعدونا بكل شيء، ودم ابن عمي غنى يروح حدر. ادري انتوا وين كنتوا؟ موجودين حضرة الضابط، موجودين.
اخي مثل ما دا افهمك، الدعوه ماشيه حسب الاصول. نعم. وصدرنا امر القاء قبض على المتهمين. الله يرحمه غني، تركت الدنيا وما بيها لا ام لا اب ولا حتى زواج. الله يرحمه اخي، هاي قسمته. الله يرحم والديك. حضرة الضابط انا هم راح امر بين فتره وفتره حتى اشوف وين وصلت. زين انت مو ساكن هنا؟ لا انا ما ساكن هنا، الحقيقه انا ساكن بسبع البور وهو شوي بعيد، بس شغله هناك. وما دام تقول اهل المحله ما قصروا فانا تاركها يم الله ويم اهل المحله ويمك حضره الضابط. يا اخي هاي مو معناها انت متراجع مشوف الصار ما صار. لا حضره الضابط ان شاء الله راجع، اراجعكم ان شاء الله بين فتره وفتره. في امان الله. في امان الله. حجي اموري معدتي توجعني، سني ليش وجعني؟ يا ابو فخري يقابل انا عندي هنا مستشفى. محمد حجي اموري اتقي الله، الله وصل بسابع جار، وانا بالنسبه لك الثالث وباللوفه. اوفلي الله يخليك. زين يا بس زين، يعني راح تبقى هنا؟ ايش اسوي له عاد؟ اذا روح ببيتكم، روح للبستان. لا يا حجي اموري، ما اروح للبيت، لا اكو مشكله بالبيت. اليوم باشر الصبح سويت لي لغو ويا ام الجهل. حجي اموري تصور العام قبل سنتين اشتريت 3 هوايش، بعت وحده عقب باشر. اجى اخر مره يقول لي شلون تبيع حايشه وانا ما ادري. قلت له هابت يا مالتك الطليان طلياني، ايش عليك انت؟ قال لا عيب عليك هاي مو رجوله. كلمه مني يا حجي اموري تلازمنا وذاتك. نقرته بمستقيمه وقليعه لزقته بالسقف. هذا ظل لازق يومين بالسقف، يا معود ينزل نرجع الهايشه، هذا لا حس ولا نفس. انا حجي اموري خفت لاصير جريمه، ارد انزله من السقف. ايش سويت؟ رحت جبت هاي الماكينه تفلش مال طر فلشنا السقف. قوم يا اخو المره ورا ما تفلش السقف اوقع على وجهك. سووا له اشعه طلع عنده فطر برجله اليسرى وما جاز، راح جاب اخوته سبعتهم. انا اضرب قليعه هم يضربوا مستقيمه، انا قليعه هم مستقيمه وظهري تاذى من القليعه. زين العاد انا اروح وارجع. لا وين رايح يا معود؟ لا ما نسوي عليك زحمه. لا غدا لا تجيب، اذا اكو سوائل ما يخالف، وبضربك يرحم والدك من الصيدليه مسكنات. شلون عندي مسكن يخبر؟ ها؟ سباريتول؟ لا خروفين؟ كل الزين ويفيدك. شو اسمه؟ اسمه غزال المجبرشي. هاي وين؟ اروح اصيد السقف. والله غزال دول. تالي شلون مختارنا؟ دخت دوختني المحله واهلها. انطب بشغله نطلع منها، انطب الاكبر. زين انت رحت للولد وشفته بالبيت؟ لا بس سمعت الخبر جيت عليك. على كل من انت هسه تروح ترتاح شويه تعبان، وانا راح اروح على عادل وعبد الله واشوف شنو القضيه واللي يريدوه، واذا ما فاد اتصل باستاذ ياسر. انا خيك مختارنا، انا كلش تعبان، خلوني اموت ببيتي ويا عائلتي احسن ما اموت بالسجن. لا تتشائم، ان شاء الله عمرك طويل. الله يسعدك عمي. اسمع النحضر. قول عمي. عندي مهمة كبيرة لك. قول انا حاضر. بس هاي المهمة ما اريد احد يعرف بيها حتى ابو غايب. مو تدلل ببطن عيني انت بس قول. واذا نفذتها ادللك واخليك تلعب بالفلوس لعب. انا حاضر.
بس أمرني. لا، اترك الموضوع، اتركه. ادور على واحد غيرك. وليش عمي؟ صدر مني شيء؟ اش وافقت على المهمة بدون ما اعرف شنو هي المهمة وتريدني ابصم لك بالعشرة؟ لا نحذر، مو أنا سمعت عنك يقولون هارب، ما اعرف مزور، وتعرف هاي المهم الشغلة وراك كل كبيرة. لا عمي لا هارب ولا مزورة، شو هاي شغلة قديمة، الجماعة كانوا يشتغلون بتزوير الهويات وعقود الزواج والجنسيات، هم اللي لزموها نطلع. سبع وشاطر، يعني جيتك لهنا قلبه من الشرطة ها؟ شو اسوي يا عمي ابو همام؟ وين اروح؟ ما تقول لي وين اروح؟ اي منعثر، جماعتك وين هسه؟ عمي كلهم اخذوا سجن 10-20 سنة وبيهم مؤبد. اي ها، اعتقد هسه تذكرت، اعتقد كانت الدعوة بيا مركز شرطة اللطيفية. على الطرف لساني حتى تعرف معلوماتي صحيحة. عمي تقول لي هسه انا ما افيد؟ تفيد وسبع وشاطر. اقعد. شوفوا منعثر، هسه راح اقول لك على المهمة اللي راح اكلفك بيها. اسمع. عماد، قول لي انت شنو؟ ما تحب المساعدة؟ العفو، هاي مو مساعدة. لا عاد شنو؟ هذا عطف، وأنا ما محتاج عطف من أحد. صدق لو قالوا فقر وخنجره بحزامه. اي فقر بس ما عنده خنجر، فقر بس عنده عقل ويحترم الآخرين وما يحكي ويا الناس من طرف خشمه. هبة، الفلوس تخلص والدنيا ما دايما لأحد، يوم إلك ويوم عليك. عن إذنك. هذا ايش بيه هذا؟ تحرش بيك؟ ها، هسه عرفت الشغلة؟ لازم اليوم عمي؟ طبعا، لأن باكر لازم تتغير الإفادة يم المحقق العدلي، والقاضي يعتمد على الإفادة القضائية. أقول عمي ممكن أسأل سؤال ولو فضول من عندي؟ اسأل. أنت ليش تسوي هيك؟ إلك ضلع بالشغلة؟ لا شنو؟ لا يا معود مالي أي ضلع، بس أنا أريد أساعد صبحي وطاهر، هذول أبرياء وأنا مربيهم، وأنا من طبيعتي أدفع وأصرف على مود الناس اللي يشتغلون عندي، وخاصة الأوفياء. وأحسن مثل على ذلك هذا قدامك الدنيا تصير، ومقرر لو حتى أصرف الملايين لازم أطلع صبحي وطاهر منها. أصيل والله أصيل، واعتبرني من هاليوم هذا أوفى واحد تشوفه بحياتك. مبين عليك، بس انطيني مجال الباكر حتى أتأكد. تتأكد من شنو عمي؟ شغلة ببالي مو يمك، بس تكمل هالشغلة أخليك بعيوني. هسه تريدني وين أروح؟ للبيت لو للدائرة؟ للبيت، واحكي وياه حكايتين وهاي هي. وهذا اللي وياي اللي قلت لي جيبه يساعدك. بعدين صديقك، خلص لي هاي الشغلة اليوم وباشر نتفاهم على الجايات. لازم الجماعة ناويين يلعبون بالنار. أقول أم أزهار؟ عيني؟ هذول صبحي وطاهر هم اللي اعتدوا على غني، خطية ايش قد ما عندهم رحم. يلزمون وداحتش، وين يروحون يلزمون؟ اي اقول ليش يقولون ذولي طلعوا مجرمين محترفين. اي هم خطية قتلوا ماجد وغني، اعوذ بالله منهم. لا، وانا سمعت عود ابو سهيلة يقول عادل اشتكى على داغر. اي عيني لازم يلزموه، هي مو تدرين هو الحارس اللي يحرسنا، وبعد واحد حتى ما يأمن على نفسه. اقول ليش يجوز يطلع وياهم. عيني ست حسيبة، هاي الدنيا ما تنحزر. اقول ام ازهار عيني، اريد شويه اسالك عن هاي البنيه خطيه، هاي اللي ضاعت، اللي شو اسمها؟ صبريه. اي صبريه، لقوها؟ لا ماكو البنيه، طلعت وبعد ما رجعت. وهاي البنيه اللي طلعت وياها خديجه بنت الحارس اخذوها حبسوها، بس بعدين طلعوها بكفاله. زين انت ما عرفتي شنو اللي صار؟ ما صار؟ لا ما عرفت، بس عرفت ابو صبريه اشتكى على خديجه، بس اخذوها للمركز. ايش حكت؟ ايش قالت؟ كل شيء ما عرفت. ما يصير يا ام زهار،
لازم تعرفين واني هم اعرف. مو تدرين انت هذا الموضوع مهم. ليش عيني؟ هي خطيه، هي بنيه اني انقهر عليها، لازم يدورون عليها. ما خلوا مكان ما دوروا عليه، بس تقولي لي البنيه فص ملح وذاب. اريد اعرف كل شيء عنها، اكيد هم تعبوا من قد ما دوروا عليها، واريد اعرف خديجه ايش قالت بافادتها. فدوة ست حسيبه، هاي خليها على ام اسحار. لو اعرف وين راح. يا اخي قابل هو طفل، عوفه لا تضغط عليه. دنون انا ورا ما راح ماجد قمت اخاف، ما اريد افقد الثاني. قول يا الله، قول يا الله. وهو طلع عصبي. اقول لك ترى عادل عاقل ويعرف شلون يتصرف. عمي دنون الجو الصحة. ها خوش كبسه. لو بس اعرف شنو براس عادل. أزهار، يا هلا بهباوي، صديقة طفولتي اللي ما تسأل عني. حقك عيني، الأمور توب. ليش تسألين على أزهار؟ أعرفك على صديقتي هباوي، صديقة الطفولة، كانت وياي بالابتدائية وبالمتوسطة، وهسه طالبة بكلية العلوم، من أعز صديقاتي. عمري ما كنت صديقتك.